السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض محشي الكرنب بطريقه حلوه قوي، زي طعم وريحه زمان كده لما كنا نمشي في الشوارع ونشم الريحه ونعرف مين عامل محشي، وزي محشي الافراح. ما شاء الله اللهم بارك. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وتعالوا مع بعض بقى اقول لكم عملت ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعمل التسبيكه بتاعه المحشي والصلصه بتاعه المحشي. هنجيب 3 4 بصلات كده نقطعهم قطع صغيرين، وعليهم شويه فلفل احمر برضو متقطعين قطع صغيرين كده، وهنحط عليهم شويه فلفل اسود وشويه ملح وشويه بهارات محشي وشويه كزبره، ونقلبهم في بعض كده وننزلهم على النار، ونجيب 3 4 شفاشق طماطم كده او على حسب الكميه اللي انت عاوزاها. ممكن مثلا انا حطيت 2، ونسيبهم على النار بقى لحد ما الطماطم تنشف معايا زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك. الفلفل الاحمر ده بيديها طعم حلو قوي للمحشي وكمان لون. اول لما الطماطم تتسبك معايا هنزل بالرز كده زي ما انتوا شايفين، غسلته كويس قوي، وبعدين بخضرة المحشي كزبرة وبقدونس وشبت. يبقى الخلطة اول حاجة جبت شوية بصل قطعتهم قطع صغيرين مع شوية فلفل احمر، دعكتهم في بعض كده بشوية ملح وشوية فلفل اسود وشوية بهارات محشي وشوية كزبرة. الطريقة دي بتدي تست حلو قوي للمحشي بتاعي. نزلت بهم على النار يا دوب تشويحة كده على النار، وبعدين نزلت بالطماطم سبتها تتسبك، وبعدين نزلت بالبصل، نزلت قصدي بالخضرة والرز بتاعي. جبت كده اللهم بارك الكرنب زي ما انتوا شايفين كده. الكرنب غالي اوي اليومين دول. حطيت كده شوية ورق متقطعين كده في الأرضية، ونزلت بقى اللهم بارك كده بدأت أحشي بقى ايه المحشي بتاعي. الخلطة ما شاء الله طعمها روعة، لو جربت بالطريقة دي هتعتمديها مش تعملي المحشي غير بيها ان شاء الله. زي الطريقة كده زي المحشي اللي كنا بناكله في الأفراح، نفس الطعم. والمحشي بتاع زمان كده لما العيلة كانت بتتلم وكنا بناكله كده مع بعض. فاكرين الأيام دي وطعم المحشي الأيام دي بالطريقة دي؟ ما شاء الله. جربوه كده يعجبكوا أوي، هتقولوا في التعليقات إن شاء الله. خلاص كده كنت خلصت الحشية. طبعا الحشية كلنا بنعرف نحشي، الخلطة بس اللي بتتغير يعني من حد لحد. حطيت كده وبدأت بقى أنزل بالشوربة زي ما انتوا شفتوا معايا، وكان شرب الشوربة اهو. وطيت عليه بقى خالص لحد ما يستوي كده على نار هادية. عاوزة تحطي معلقتين سمنة بلدي كده على الوش حطي، بس انا ما حطيتش، انا كنت عاوزة طعمه بس مش عاوزة اي حاجة تغير لي طعمه. كان طعمه زي الزبدة ما شاء الله اللهم بارك. ابدأ بقى اهدي على النار خالص واسيبه كده لحد ما يستوي. وخلاص هنا كنت طفيت عليه ما شاء الله. بصوا اللهم بارك، كان زي العسل. والصلصة بتاعته كانت جميلة، تمسكي المحشية كده الصلصة كده على ايدك كده، محشي حلو كده طعمه حلو زي بتاع ايام زمان واللي كنا بناكله في الافراح. ما شاء الله اللهم بارك. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم يا حبايبي.